اقرأ اليوم يا أوناما. أجل، قبل 180 عاما كان هناك طفل عاش في القرية. كان ذكيا جدا، لكن كان لديه نقطة ضعف، وقد أصبحت واضحة للجميع حين كبر في السن. كان الفتى فخورا بمدى ذكائه، وظن أن كل شيء أقل منه. كان يدعي أنه يستمع جيدا إلى ما يتعلمه من معلميه في المدرسة والأشخاص الكبار، لكن دروسهم المهمة لم تصل إلى قلبه أبدا. زرع الكبرياء بذور العاقبة السيئة، وأصبحت الوحدة صديقته الوحيدة. لم يتحدث إليه أي شخص. ترسخت جذور العاقبة السيئة في تراب وحدته، وازدهرت ونضجت. نما قدر الفتى دون معرفته، وذات يوم فقد إنسانيته وأصبح لعبة بيد القدر. أدرك في النهاية أنه لا يجب أن يسمح بوجوده. لا يجب أن يسمح لوحش القدر بالوجود. وبعد إدراكه ذلك اختفى في أعماق البحيرة. اختفى ولم يعد، لم يعد أبدا. بعد شهر بدأت بطولة حمل الكرة للصف الموحد. نصت القوانين على عمل المجموعات معا وانقسامهم إلى حاملين ومدافعين. سيدفع الحامل كرة رخامية كبيرة في الملعب، وسيحصل على نقطة إن تمكن من إدخال الكرة في الهدف قبل انتهاء الوقت. ماذا لو وضعنا حلقة حولها ودورناها لتحريك الكرة في الملعب؟ يمكننا بهذه الطريقة أن نتحكم بجهات الكرة. لكن هل ستصمد الحلقة لجولة كاملة؟ حسنا، ربما ستسحقها الكرة. ماذا تفعل؟ ستكون الحلقة على احتكاك قريب مع الكرة، مما سيصعب دورانها، وتنص القوانين على عدم مغادرة الأرض. هذا صحيح. أنت ستستمعين إلى شون بالتأكيد، لكنها سوف تتشاجر معي أنا بدلا من ذلك. أنا أعرف. هذا غير صحيح. بل هذا صحيح. كان هناك خدعة. يمكن استخدام القوة للعب، لكن لا يمكن استخدامها على الكرة أو الملعب. يمكن التحكم بالمدافعين والمهاجمين أيضاً. كانت أكثر قاعدة مهمة هي أنه لا يمكن مهاجمة دافع الكرة لدى الخصم، لكن يطبق هذا على دافع الكرة الرسمي لفريقك أيضاً. كما توقعت تماماً. اختاروا أبسط خطة. لن يستغرق الأمر 30 ثانية. سندفعها في المنتصف، وبوجود دفاعهم فلا يهم أين سنضرب، والملعب مسطح في المنتصف. حسناً، هيا بنا. أتوقع منكم جميعا أن تلعبوا بإنصاف. آملوا سويا وابذلوا قصارى جهدكم. هل فهمتم؟ أجل. الجزء الصعب هو تحريكها. ابذل قصارى جهدك. المنتصف. حسناً.
أتمنى أن يقدموا أداء أفضل قليلا. هذا سهل جدا. لا يزال لديهم الهجوم علينا. أجل، لا يجب أن نهمل دفاعاتنا. ولكن هذا الستة متشابهون. جميعهم مدافعون. لا يملكون مهاجمين. لكنهم لا يملكون أحدا ليحمي مدافعيهم. هيا 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 سيستخدمون قوة الدفع ليتجاوزونا. هيا. لا، علينا أن نفعل شيئا. هيا شون، افعلها. انتبه. لا يمكن للمجموعة الخامسة إكمال المباراة، وبهذا تفوز المجموعة الأولى. لقد نجحنا. فزنا في الجولة الأولى. هذا سهل جدا. هذا سيء. ماذا حدث؟ يوجد شقوق فيها. ماذا؟ ألم يعد بإمكاننا استخدامها؟ أجل، أظنها ستنكسر إن سارت فوقها الكرة مجددا. لم يعد بإمكاننا استخدامها لتغيير جهة الكرة. هذا مذهل، أنت عبقرية. تبدو الفكرة غشا تقريبا، لكن هذا يعني أنهم لن يتوقعوا ذلك. إنها غش تقريبا. انتهت مباراة نصف النهائي. لقد فازت المجموعة الثالثة، أليس كذلك؟ لكننا نملك خطة جديدة لننفذها الآن. لا، لقد خسرت المجموعة الثالثة. سنواجه المجموعة الثانية في المباراة النهائية. لقد كنا سنفوز بالتأكيد. ولكن ماذا حدث؟ كانت حادثة. اصطدم دافع الكرة خاصتنا بأحدى مدافعهم، وسارت الكرة بالاتجاه الخاطئ، واستغرقنا الأمر أكثر من دقيقة لنعيدها إلى مسارها. في النهاية استغرقهم الأمر وقتا أقل منا، ولقد خسرنا. ألا تظنون أن هذا ظلم؟ خطأهم أنهم اصطدموا بدافع الكرة. هذا غير مهم، كانت حادثة. كونوا حذرين، لا أحد يعلم ما قد يحدث. انظروا إلى هذا. عجلة؟ حقا؟ لن يكون محور العجلة قويا. لهذا لم ننفذ الفكرة. انظروا، إنها ليست عجلة بل كرة. وهل ستغطي الكرة؟ ستسقط بعد بدء المباراة. سوف نبدأ الآن الجولة النهائية. إنهم يدفعونها بواسطة لاعبين. أنا آسف. انتهى أمرنا. سنفوز. ولكن أين هي؟ ولكن هي، ماذا يحدث؟ لا يوجد هدف. الهدف هناك. هناك؟ أين هناك؟ أنتم أعدائي وليس علي إجابتكم. أنت تتفوه بالهراء. هيا أنت، أوقف المؤقت. لا توقفيه أبدا. أنت تمزحين. كيف يفترض بنا أن نلعب إن لم يكن هناك هدف؟ ابحثوا عنه. هل تريدنا أن نضيع وقتنا؟ إنه موجود، أعدكم بذلك. سنخسر إن لم يكن موجودا بسبب خطنا للقواعد. لقد أخفيته. هذا مخالف لا للقواعد. قاعدة تنص على أننا لا نستطيع أن نخفي الهدف. لا يسمح لك بأن تتلاعب بالملعب. لكننا لا نفعل ذلك. هذا تلميح فقط. من الأفضل لكم أن تسرعوا وإلا سينفد الوقت. هناك يغطي ذلك القرص الحفرة. هذا مخالف للقواعد تماما. لم نفعل شيئا للملعب، وهذا ليس مخالفا للقواعد. يا للهول. هيا بينا يا ريو، هيا. حسنا.
لقد أدى واجبه. استغرقوا أكثر من 3 سيكون دقائق. الفوز سهلا الآن. حسنا، انطلقوا. ركز يا مامورو، ركز. أجل. لا تصرخ كالأولاد الصغار. شكرا لك. يمكنك الشكر لاحقا. أجل. كدنا نفوز. يمكننا الفوز بها. أجل. حسنا، انطلقي. ما كان ذلك؟ هذا مريح. المعذرة، كان هذا حادثا. حادث؟ لن يصدق أحد ذلك. حسنا، أوقف الحداد. هذا مؤسف للغاية، لكن هذا الحادث يعني أن نتيجة الجولة النهائية هي التعادل. ماذا؟ مهلا، لقد خالفوا القواعد. لا، كان هذا حادثا فحسب. هل فهمتم؟ ستتشارك النصر المجموعة الأولى والثانية. لا أصدق ذلك، لقد اصطدموا بنا عمدا، أعلم ذلك. هذا صحيح، لم تكن حادثة. حدث الأمر ذاته مع المجموعة الثالثة. لقد خطط مانابو لكل شيء. أحضر مدافعه إلى أمام الكرة، وكانت خطته أن يجعله يصطدم بدفاع الكرة خاصتنا. أنت تظن ذلك أيضا شون، صحيح؟ وأنت لا تظن أن تلك حادثة بكل بساطة. لا، ما يقلقني هو ما حدث قبل ذلك. قبل ذلك توقف دافع الكرة وكأنه اصطدم بجدار ما. حقا؟ هل أنت متأكد من ذلك؟ أجل. بدا دافع الكرة غريبا، ولم يكن الملعب مسطحا جدا أيضا، مما يعني أن شخصا ما استخدم قوته لإيقاف دافع الكرة. كان استخدام القوة على الكرة مخالفا للقوانين، واستخدامها للتأثير على شيء يحركه شخص آخر هو أكثر سوءا. كان هذا انتهاكا واضحا لقوانين الأخلاق. إن تصادمت قوتان سيظهر نمط تداخل لامع يشبه قوس قزح. سيتغير الوسط المحيط ليشكل وضعا خطيرا جدا. باختصار، لم يكن لدى شخص من المجموعة الثانية أي مشكلة في مخالفة القواعد مهما كانت أهميتها. اقتربت المخيمات، صحيح؟ أجل. لم تخرجي من الحاجز السري منذ ذهابك إلى المعبد، صحيح؟ أجل. أنت متحمسة؟ أجل. هل هناك ما يزعجك؟ لا أبدا. متأكدة؟ هل حدث شيء سيء في الصف الموحد؟ كيف كان صفك الموحد؟ هل حدث شيء؟ هل حدث أي شيء؟ لم يحدث أي شيء، درسنا طوال الوقت. هل حدث شيء معك أنت؟ لا شيء حصل. هذا حدث مهم جدا للصف الموحد. ستستقلون زوارقا على نهر النغمة لوحدكم، ثم ستمضون 7 أيام هناك في الخيام. سأترك لكم كل أمور التخطيط. سيحرص جميع المعلمين على عدم تداخل مواعيد المجموعات. إن هذا التدريب مهم جدا. أتوقع أن أرى أشياء رائعة منكم. أجل سيدي. ماذا؟ انظروا إلى هناك. جرذان متوحشة. قالت أمي إن هذه الأشياء غير حقيقية. الجرذان المتوحشة حقيقية. أنت كاذب. لا، استخدمنا الكثير منها في القرية في البناء الأخير. لم أرى أيا منها.
إننا نبقيها بعيدة عن الأطفال يا ابنتي. ألا تخاف أبدا منها؟ هل تعرفين ما معنى جملة الولاء الزائف؟ هو حين تدعي أن تفعلي ما تؤمرين به لكنك في الحقيقة تفكرين في فعل شيء آخر، تخططين لخداع وخيانة أحدهم. تتبع الجرذان المتوحش الأشخاص الذين يملكون قوة كما لو أنهم أسيادا لها، ولهذا هي مخلصة بالكامل. لكننا لا نعرف كيف ستتصرف مع الأطفال الذين لا يملكون قوة، لهذا السبب نبقيها بعيدة عن الأطفال. ماذا يفعلان؟ لا يجب أن نحدق بهما. إنهما يعملان بجد. يبدو أنهما يعانيان من الإمساك بالشباك. أجل، بنيتهما الجسدية مختلفة عن بنيتنا، لذا الوقوف على قدمين أمر صعب بالنسبة لهما. لا يجب أن نحدق بهما حقا. احترس. مهلا ساكي. سأنقذه. كيف؟ لا تتدخلي في أمور الجرذان المتوحشة. سأكون بخير، سأرفعه وأضعه هنا، سيكون هذا سهلا. ممنوع استخدام القوة من دون إذن. لا أظنها فكرة جيدة أيضا. سيموت إن تركناه. ارفع الأوراق حوله أيضا. هذا مذهل، كان رفعا ممتازا. لا، بل لقد كانت نصيحتك ممتازة. ولكن ماذا إن علمت المدرسة بذلك؟ يجب ألا يعلموا بالأمر. يجب ألا يعلموا؟ سألت عما سيحدث إن علموا فقط. اسمعوا، لنبقي هذا سرا بيننا جميعا لأجل ساكي، اتفقنا؟ أجل. شكرا لكم. شكرا لكم أيها الأسياد. شكرا لكم. شكرا لكم جزيلا. إنه يتحدث. ما هو اسمكما؟ لن يفهمهما أحد أبدا. لا يجب أن نقلق حيال تحدثهما عن الأمر. الساق 619. كلمة ساق قادمة من حفار الساق. هناك الكثير من المستعمرات، وربما هذا اسم مستعمرته. إذن يبدو أنه عامل من مستعمرة حفار الساق. مستعمرة حفار الساق. يشعر بالبرد. لقد تبلل. الجرذان تملك درجة حرارة جسد منخفضة. يا رفاق، علينا أن نذهب. النهاية المزعجة لبطولة حمل الكرة. اختفاء آمانو ريكو لعدة أيام، ثم محو اسمها من القائمة. كاتاياما مانابو، الفتى الذي غش من المجموعة الثانية، قد اختفى. لم يهتم أحد بأي من تلك الأمور. ولدت ماريا بعدي بأسبوعين. ولدت سابقة لأوانها مع الكثير من ألم المخاض الصعب. إن لم تولد ماريا أبداً لكانت أنقذت حياة أشخاص كثر.